تحرير الشام، وطبعا للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. أهلا بك يا فراس. إذن ما هي آخر المعلومات حول هذا الموضوع، وكيف يبدو أو تبدو الأوضاع الميدانية في دمشق؟ من خلال استخبارات الجيش الحر حصلنا على معلومات مؤكدة تفيد بتحرك موكب الطاغي بشار الأسد لصلاة العيد. كان هناك محوران للتحرك، المحور الأول وهو قصر المتواجد في الروضة، أبو رماني، الجسر الأبيض، ساحة الميسات. المحور الثاني وهو الحقيقي ونأمل ذلك، المهاجرين، ساحة الأمويين، المرديان، جسر الرئيس. الجامع غير معروف لدينا. تم استهداف هذا الموكب بقذائف الهاون 120. نعم. تأكدنا من إصابة الموكب أمام فندق المرديان وعلى الطريق الواصل بين المرديان وجسر الرئيس. فراس، يعني أنت تؤكد بأنه، اسمح لي فراس، أنت تؤكد بالفعل بأنه تم إصابة موكب بشار الأسد؟ نعم. ولكن غير متأكدين من إصابة الطاغي بشار الأسد. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد قتل. نعم. طب يعني ذكرت بأنه بقذائف الهاون استهدفتوا هذا الموكب، حدثنا أكثر عن كيفية استهدافه. أين كانت بالضبط هذه المنطقة التي استهدفتموه فيها أو استهدفتوا الموكب فيها؟ عدد السيارات أيضا التي تم إصابتها، أو يعني تفاصيل عن الإصابات. تم رصد محور تحركات الطاغي بدقة من خلال الرصاد بالأعين المجردة، وتم استهدافه في نقطة بجانب فندق المرديان بالتحديد، والطريق الواصل بين المرديان وجسر الرئيس، وكان هناك منطقة تجمع. نعم. طيب يعني نوعية الإصابة ودقة الإصابة أو دقة الاستهداف وبالتالي الإصابة التي حصلت في هذا الموكب، يعني أنت تتحدث عن إصابة موكب بشار الأسد، أو يعني وهذا يعني أمر كبير جدا. لدينا ضباط مدفعية لهم دقة في الإصابة ودقة في الرمي. نعم. طيب يعني هل لديكم معلومات إذا كان وصل الرئيس بشار الأسد إلى الجامع لأداء صلاة العيد أم لا؟ يعني هل أصيب هو أم ماذا تعلمون عن موضوع الإصابات؟ ليس لدينا حاليا أي معلومات مؤكدة عن إصابته أو عدم إصابته. طيب كيف تصف لنا الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أصيب؟ طيب كيف تصف لنا يعني الآن إذا كنت على اطلاع ما الذي يجري في موقع الاستهداف؟ هل هناك دخان يتصاعد من السيارات؟ ما الذي ترونه يعني؟ هناك ارتباك أمني كبير بالنسبة للموكب وبالنسبة للمنطقة المحيطة بقصره والطرق المؤدية إلى الجامع الذي يريد الذهاب إليه، وكان غير معروف بالنسبة لدينا. طب هل كان هناك شهود عيان، يعني أي مارة أو ناس في المنطقة يعلمون يعني عدد الإصابات، رأوا ما حدث؟ أختي الكريمة، في هذه الأوقات لا يتواجد إلا الأفرع الأمنية وعناصر الأمن لحماية هذا الموكب. طب حجم هذا الموكب كيف؟ لا يتوفر لدينا. نحن بالنسبة لنا لا يتوفر لدينا إلا راصد كان يرصد هذا الموكب بالعين المجردة. نعم. طب عدد الصواريخ، صواريخ الهاون التي استهدفتم بها هذا الموكب؟ تقريبا 17 قذيفة هاون 120. 17 قذيفة على هذا الموكب، قذيفة هاون. نعم. 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 طيب شكرا جزيلا لك فراس البطار، قائد لواء تحرير الشام، على هذه المعلومات. وطبعا مشاهدينا نحن سنكون مع هذا الحدث ونتابع تطوراته يعني لمعرفة المزيد من التفاصيل.